لو بتدور على افضل سماعه شبيهه للابل ايربودز برو وسعرها ممتاز وبتديك امكانيات خرافيه، فمش قدامك غير الجوي روم تي 03 اس برو. وقبل ما نبدا الفيديو عايزك تاخد بالك ان السماعه دي في منها كذا نسخ، وفي نسخ قديمه ونسخ جديده، ولكن انا هخليك تعرف ازاي النسخه القديمه من الجديده ومن النسخه الاصليه والنسخه الكوبي. جوي روم في منها نسخ كوبي، جوي روم نفسها مش الابل ايربودز برو يعني. الاصدار ده فيه منه كوبي، فلازم تاخد بالك يعني. جوي روم اساسا اسم كبير في مصر، فاهم؟ وانت رايح تجيب السماعه دي حتى انت هتجيبها وانت مطمن، فاهم؟ وكمان هوريك ازاي تجيبها بالضمان، فاهم؟ فعكس باقي السماعات الكوبي التقليد اللي بتكون نسخه من الابل ايربودز برو، نفس العلبه بنفس السيريال بنفس كل حاجه، بتكون كلها كوبي اصلا، فاهم؟ ولكن جوي روم عكس كده تماما. والفيديو هيبقى كالتالي: اول حاجه هنفتح العلبه ونشوف المحتويات بتاعتها، نشوف صوت السماعه، واخر حاجه نشوف السعر السماعه وهل تستحق الشراء وسعرها كويس على الامكانيات اللي بتقدمها ولا لا. ومن غير ما نضيع وقت كتير، يلا بينا نبدا. اول حاجه كده العلبه اصلا بتتفتح هنا بمغناطيس كده. اول ما تفتحها كده بتلاقي ورقه في الوش بتشرح لك ازاي ان انت تفتح الايربودز وكده. ملناش دعوه بيها، مش هنعتمد كتيبات من الاخر يعني، فاهم؟ فاول ما بتفتحها كده بتلاقي السماعه في النص اهي. ده شكل السماعه. نركنها على جنب، هنرجع لها تاني ونشوف باقي المحتويات. هنلاقي كيس خامته خرافيه من السيليكون، وجاي معاه علقه كده عشان تعلقها هنا، وخامته حلوه جدا. وجاي معاها هنا البتاع اللي انت بتغيرها على الاير تيبس، جاي الاير تيبس عشان تغير على حسب مقاس ودنك. فانا حاطط الميديم، وانت اول ما تجيب السماعه اصلا فبتلاقي الميديم هو المحطوط في السماعه، هو مقاس ودني فعشان كده خليته. فنركنها على جنب هنا برضو، ونشيل البتاعه دي. وهنلاقي هنا وصله لايتنينج عشان نشحن بيها السماعه. السماعه هنا بتتشحن لايتنينج اهي. حتى الوصله مخدومه، خامتها حلوه اهو. وهنلاقي في العلبة شوية كتيبات، يعني احنا هنقراها ولا الهوا ولا هنفتحها حتى، وهنلاقي كل الحاجات دي وبس كده، مفيش اي حاجة تانية. فتعال اقول لك ازاي تعرف السماعة دي اصلية ولا لا من شكل العلبة بتاعها. العلبة هنا من كتر ما هي اتقلدت اصلا حطيت لك علامات مائية هنا اهو، حطيت لك كلمة جوي روم هنا، مش هتعرفها غير لما تعدي عليها اضاءة كده، فاهم؟ بتبان. وحطيت لك هنا برضو البتاع ده، ده زي كود كده بتخدشه وتحطها على موقع جوي روم، بيقول لك ان هي الاصليه ولا لا. وبس يعني دي علامات بسيطه، فاهم؟ فدي برضو ممكن تعرف السماعه بيها اصليه ولا لا، ولكن مش هنعتمد ده برضو. هنشوف السماعه نفسها هنعرف منها ازاي ان كانت اصليه ولا لا. بس نكمل الفيديو. يلا بينا مع بعض نشوف تجربة الاقتران بتاعتها ما بينها وما بين الموبايل. مع الموبايلات الاندرويد بتفتح البلوتوث وتفتحها جنب الموبايل، وبيشوف الاسم بتاعها وبتختار عادي. ولكن مع الايفون اسهل من السهولة، طريقة اقتران هي بتاعت الاير برو، فاهم؟ فبتفتحها جنب الايفون فبيظهر لك اللي هو البوب اب، فبتدوس لاول مره على الزرار اللي من ده، بتدوس عليه بتتك عليه ضغطه طويله وبيعمل اقتران. وبس كده، كل مره بقى تفتحها هيلقطها الايفون على طول، فاهم؟ فمن غير اي تعب، اسهل من السهوله.
وحابب اقول حاجه، السماعه دي انا شاريها بفلوس الشخصيه، فاهم؟ فمش الشركه بعتها وكده، لا تفتكرني الشركه بعتها وبطبل للشركه، لا، السماعه فيها عيوب وهقولها لك، ولكن السماعه انا شاريها بفلوس الشخصيه بعيدا عن الشركه وبعيدا عن كل الكلام ده. تعال اقول لك على اول علامه في السماعه نفسها تعرف بيها السماعه ان كانت اصليه ولا كوبي. السماعه هنا جاي فيها كلمه جوي روم بارزه، مش مكتوبه. في اصدارات تانية من جوي روم بتكون قديمه بتكون جايه كلمه جوي روم مش بارزه، بتكون مكتوبه، ولكن دي اصدارات اصليه ولكن من الدفعات القديمه. ولكن في منها نسخ كوبي بتكون زيها نفس الاصدارات القديمه، ولكن انت عشان تريح دماغك وتجيب النسخه الاصليه هات النسخه الاحدث بالنسخه اللي هي بتكون بارزه مكتوب عليها كلمه جوي روم بالبروز اللي هو زي كده. كمان في علامة تاني في البوكس نفسه، هنا عند المكان بتاع التقفيل هتلاقي السماعة كلها مقفولة محكمة، فاهم؟ انما في السماعات التانية الكوبي بتلاقي في فراغ هنا، مش مقفولة القفلة البرفكت دي. اسمع صوت القفلة كده، بص. الصوت القوي مش بيكون في السماعات الكوبي، بيكون صوت على خفيف، وانت هتحسها لما تمسك السماعة نفسها، هتحس الكلام اللي انا بقوله لك ده. ويلا بينا نروح على تجربة السماعة نفسها. وقبل اي حاجه كده، قبل اي حاجه، ده الكيس اللي جاي مع السماعه. انت لو جبته كده حطيت فيه السماعه كده، تمام، وبتركب عليها نفس الكيس بتاع اللي بيركب على الايربودز برو الاصليه. بص اهي كده، انت كده معاك الايربودز برو الاصليه بلا منازع وبلا اي تفكير. انت لو فتحتها كده قدام صحابك يا صاحبي، جبت السماعه كده حطيتها في ودنك بالمنظر ده، انت كده خلاص، انت كده ايربودز برو، يعني محدش هيعرفها، فاهم؟ نسخه، حرفيا نسخه. بص كده شكل السماعه ده كده، بسم الله، قبل ما ابدا في التجربه اصلا، فاهم؟ نخلع بقى الكيس ونكمل تجربتنا مع السماعه. امم لما تجيب السماعه دي خليها في الكيس، ما تطلعهاش لانها بتتخدش بسهوله من الهوا، بتتخدش اهو، عيب اهو. يلا خليني اقول لك انا ليه اخترت الجوي روم تي 03 اس برو بالذات عن اي سماعه تاني تقليد للابل ايربودز برو. لان السماعه دي فيها نويز كانسليشن فعلي، وفيها ترانسبيرنسي مود موجود. الاتنين بيشتغلوا بيدوك اداء فعلي وقريب من الابل ايربودز برو الاصليه. يعني مش هقول لك زي الابل ايربودز برو يعني مستحيل، ولكن بنسبه 70% هو بيعزل يعني بيخليك منعزل مع الحاجه اللي انت بتسمعها. بص مثال بسيط، في مروحه شغاله، انا سامع صوتها حاليا، بس بمجرد ما افتح كده العلبه واحط السماعتين يا صاحبي واشغل النويز كانسليشن، انا كده مش سامع اي حاجه، انا اساسا سامع صوتي مكتوم، فاهم؟ فده كده مثال بسيط صباح الفل، فاهم؟ بس عايزك تفهمني، وانت مش هتفهمني برضه غير لما تجربها، فاهم؟ هنقيم الصوت من حيث 3 حاجات: نقاء الصوت، وعلو الصوت، والنويز كانسليشن. ويلا نخش في تجربه الصوت بتاعت السماعه. السماعة صوتها عالي جدا والبيز فيها تحفة، ولكن لو عليت الصوت على الاخر اللي هو ماكسيموم، فاهم؟ بتحس ان في نغوشه في الصوت كده، نغوشه على بسيط، فاهم؟ مش هتحسها غير لو ركزت في الحاجه اللي انت بتسمعها وعليته على الاخر. فمستحيل اصلا ان انت هتعلي السماعه على الاخر لان صوتها عالي جدا. وجاهزين اقول لكم نقاء الصوت بتاع الجوي روم، نقاء قريب جدا من الايربودز برو. يعني لو الايربودز برو الابل هتاخد 10 من 10 في نقاء الصوت، الجوي روم تاخد 8.5 من 10 من غير تفكير، بجد والله. نقاء الصوت في السماعه دي خرافي يا صاحبي. ده حتى هم راسمين لك، بيقول لك فيها نويز كانسليشن فعلي، ده راسمين على علبه، يعني بص اهو هنا راسمين لك كده، بص الصوت هنا ده داخل كده، بص داخل السماعه في نغوشه، بص بهدوء، يعني برضو تفاصيل الديتيلز. واخيرا رايي النهائي في السماعه دي، تشتريها ولا لا؟ السماعه تستحق الشراء جدا، وخليني اقول لك سعرها. فكل الكلام ده 1450 جنيه.
وهحط لك اللينكات كلها تحت في الديسكربشن. جايبها من صفحه على فيسبوك اسمها موبي فون، صفحه معروفه جدا فاهم، وناس محترمين حتى التعامل معاهم كويس جدا. فروح كلموهم واطلبوا منهم السماعه وهيدوك معاها فاتوره، وهتاخد معاها ضمان، وفي كمان ضمان تاني 14 يوم استبدال للسماعه لو حصل لها اي حاجه. فبتدخل تكلمهم وبيبدلوا لك السماعه لو فيها عيب مثلا صناعه او كده فبيبدلوا لك عادي. فانا قبل ما اجيبها اصلا من الصفحه دي لفيت كتير، شفت كذا حته، ولكن مش بتبيع بضمان، مش يعني فاهم، مش ناس موثوق فيها. انما دي ناس موثوق فيها وناس محترمين جدا. وده مش دعايه ولا سبونسر اصلا فاهم، دي تجربتي انا بقول لك شاري السماعه بفلوسي، مش دعايه ولا اي حاجه يعني. فبس كده، انزل اعمل لايك واكتب لي كومنت وقول لي رايك في الفيديو، وبس كده. سلام.